تقول شمس ألف مبروك حياتي البيضة، يبارك في عمرك قلبي. عندي فرط نشاط وعقد في الغدة الدرقية، شنو الحل؟ جربت فلفل حار مع زيت الخروع دهنت. لا يا مامي، زيت فلفل حار مع الخروع هو اي للعقد اللي في الغدة، نعم، وفي تجارب كثيرة موجودة فيكم تراجعونها تشافت، لكن مش للنشاط. ليش؟ لأن الفلفل الحار أصلا هو هايبر، حتى يوم تاكل فلفل يشهيك تاكل، ليش؟ إنه يحرك الأكتيفيتي جواك، أوكي؟ يعلي من النشاط، فهو عكس. أما زيت الخروع ممتاز. وجهة نظري، شوفي بيبي، الغدة إذا صار فيها خمول، الغدة إذا صار فيها نشاط، يعني هو عكس المسار، السرعة الطبيعية لها، يا في الحرق يا في قلة الحرق. مشكلتها أساسا الغدة الدرقية، من اللي يقودها؟ الحين أنا لما بجي بقول عندي مشكلة في الغدة الدرقية، الدكتور وش يسوي؟ يروح دايركت للغدة الدرقية. إيه يجي هنا، إذا طلع له في الفحص، يوجوالي ما يطلع في الفحص. 90% من الرجال والنساء عندهم مشاكل غدة درقية وما يطلع لهم في الفحص. زين، لكن لما تفحص جارات الغدة الدرقية اللي هم هذيلا النيبر، يسمونه جلاندز نيبرز، هذيلا إذا فحصتوا يسمونه الاجسام المضاده، الانتي، تروحون للمختبر تقول له عطني الانتي بوديز جلاند نيبرز، الاجسام المضاده لجارات الغده الدرقيه. اذا شاف الاجسام المضاده في جارات الغده الدرقيه وليست الغده الدرقيه عاليه، هنا عندنا احنا مشكله. لان 90% من البشر يفحص يقول انا ما عندي مشكله. لما اقول له روح افحص جارات الغده الدرقيه الانتي بوديز، الاجسام المضاده مال يطلع عنده. زين، فهو اساسا للحين اغبياء في فحص الغده، هم للان اغبياء، لكن هي لها علامات يا بيب من غير مختبر تعرفينها. من علاماتها الخنقه، الكتمه، وفي الاخص وقت الغروب. من علاماتها خشونه الجسم، خشونه الجلد، الركبه. من علاماتها الضيقه، من علاماتها الانعزال، من كثير علامات لها ما لها داعي للمختبر. طيب الحلول ايش هي؟ ان احنا نروح نظام غذائي بالاساس، قبل كل شيء، قبل كل حاجه نروح نظام غذائي ما يستفز عندنا حاله الالتهاب. لان حاله الالتهاب في الجسد هي تلعب في حركه الغده الدرقيه، تخليها نشطه يا تخليها خامله. طيب من وين الغده الدرقيه تاخذ اوامرها؟ تاخذ من الغده النخاميه. تخيلوا، من الراس، من المايسترو. الغده النخاميه هي اللي توزع الادوار للغدد. سبحانك يا رب، سبحانك سبحانك سبحانك. هي اللي توزع، هي المايسترو اللي يوزع الجوبس او اللي يوزع الاعمال على كل الغدد اللي تحتها كامله، الى غده الرحم او غده البروستاتا عند الرجل، من فوق الى تحت هي اللي توزع. يكون عندنا خلل في الغده النخاميه في توزيع الادوار، فاحنا بس نروح نعالج ايش؟ نعالج هنا. فالمفروض لا، ان احنا نوقف حاله الالتهاب. من بعد ما توقفين حاله الالتهاب، مثلا روحي نظام الطيبات يوقف حاله الالتهاب، اوكي؟ روحي النظام الكارنفور يوقف حاله الالتهاب. روحي لي هالنظامين وبعدها كلميني اقول لك نبتدي شنو العلاج، لكن بالاساس وقفي لي حاله الالتهاب. دن، اتفقنا؟ جو اهيد. نونو حياتي تقول